غضب كبير جدا يسيطر على لاعبي بيراميدز وإدارة نادي بيراميدز بسبب تعيين الحكم سفير رخاص لمباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز يوم السبت 30/8 على استاد السلام الساعة 9. ليه غضب لاعبي بيراميدز وإدارة نادي بيراميدز بسبب تعيين الحكم الأسباني؟ لأنه في مباراة قبل كده بين الأهلي وبيراميدز أيضا في الدوري في الموسم اللي قبل اللي فات حصل ضربة جزاء لحسين الشحات مثيرة للجدل، فبيراميدز قال احنا ما عايزينش الحكم ده لأنه حكم سيء جدا وما يعرفش يحكم، فاحنا عايزين حكام مصريين يديروا اللقاء بشكل رائع. لكن الأهلي عايز حكام أجانب يكونوا في المباراة، ما عايزينش ولا حكم يكون من مصريين أو من مصر، لأن ده أدى لغضب للاعبي بيراميدز بسبب تعيين هذا الحكم الأسباني.